مساء الفل. في البدايه انا كنت حابب اقول لكم ان احنا بنقول راينا بكل صراحه وبدون تحيز وبدون ضغوطات. علشان كده الحلو بنقول عليه حلو والوحش بنقول عليه وحش، مهما كانت الضغوطات هنقول عليه برضو وحش. مفيش حاجه هتضغط علينا ابدا. لا، مفيش حاجه برضو هتضغط علينا ابدا. والله يعني الضغوطات يعني مش قوي يعني. بس بقول لك ايه يا باشا، هو المطعم بتاعك اسمه ايه؟ النتن. هو احنا مش جربناه قبل كده النتن ده يا جماعه؟ كان وحش تقريبا، صح؟ ده كان وحش جدا. بقول لك ايه يا باشا، المطعم بتاعك ده رقم 1 في مصر. صباحك قشطه. مساء الفل عليكم في حلقه جديده من برنامجكم حلبة الاكل. النهارده عندنا منافس جديد خالص. يلا بينا عشان نعرف مين المنافس بتاعنا. ورجعنا لكم وعرفنا المنافس بتاعنا النهارده وهو تشيكن هاوس، وده ليه فرع واحد يا جماعه في الرحاب. وهنعرف محتويات الاكله عباره عن ايه. احنا جبنا اول وجبه الا وهي وجبه تشيكن 4 قطع، ودي بيجي معاها بطاطس وبيجي معاها توميه وعلبه مخلل وعيش شامي والكاتشب. اما الوجبه الثانيه اللي احنا جبناها هو ساندوتش فراخ بانيه. نبتدي ندوقه ونقيمه ونعرف هل هو فعلا يستحق حزام حلبة الاكل ولا لا. خلونا نبدا بالتغليف. التغليف بتاع العلبه علبه بسيطه جدا الا وهي الالومنيوم، اللي هي عارف انت لما مامتك توديك كده بعلبه طبيخ المدرسه، هي دي زيها بالظبط. كذلك برضو الساندوتش بتاعه ملفوف ورقه فويل برضو اللي هو بتاع مامتك برضك، اللي هو برضو بتوديك برضو سندوتش المدرسه. والعلب يعني اللي هي فخامه شويه اللي هي الترشي والتوميه. العلبه برضو اللي كويسه بتاعت البطاطس شكلها حلو وشيك وكرتون وعامله زي الكوبايه، بس هي حلوه جدا وشكلها حلو. نبدا بقى نشوف الكميه. الكميه هم 4 قطع فراخ، وانا شايف ان هم حجمهم يعني 2 كبار و2 حجم صغير خالص، يعني هم بيعادلوها مع بعض. والوجبه ديت اسمها نص فرخه. نص فرخه شايف فيها قطعتين كبار وقطعتين صغيرين، بس هم فعلا نص فرخه. تتبيله والشكل من خارج اللون الذهبي بتاعها كويس والشكل بتاعها متميز، ولكن التغليف ما كانش احسن حاجه في الشكل. لان التغليف الاطباق اللي هي الالومنيوم العاديه، حتى الغطا بتاع العلبه برضو اللي هو العادي، الاطباق الالومنيوم بتتباع في اي حته، مش مميزين البراند بتاعهم. ممكن عشان هم جداد او فرع واحد، بس هندوق ونقيم الطعم ونشوف هل يستحق ولا لا. بس الحاجات دي يا جماعه عاده بتفرق جدا مع المطاعم، ان هم يهتموا بالبراند بتاعهم يطلع شكله عامل ازاي. الكميه كويسه جدا، هي نص فرخه. يا حبذا لو كان فيها شويه رز كانت هتفرق في الكميه. نشوف بقى الطعم، وده اللي هيحكم معانا هل هم فعلا يستحقوا حزام حلبة الاكل ولا لا. بس احنا نفتح الفرخه ونشوف عامله ايه من جوه. لما نيجي نفتح الفرخه ونبص عليها بتشد معايا يا جماعه جامد، ولكن زي ما احنا شايفين هي شكلها نظيف، بيضه من جوه. ده بالنسبه للورك زي ما احنا شايفين شكله معقول. نحاول نفتح قطعه تانية قدامكم. اعتقد ان هي دي الحته بتاعه الصدر، ودي لما هنفتحها هتطلع شكلها نظيفه ومستويه ولونها حلو ومفيهاش دم. وبالنسبه للريحه فهي ريحتها حلوه ومش زفره خالص. نبدا ندوق ونقول بسم الله. انا هدوقها الاول من غير عيش عشان اعرف طعمها عامل ازاي واعرف طعم كل حاجه، ما تبقاش في حاجه مدرياه. بسم الله. الفراخ مستويه كامله السواء، طعمها حلو، طريه جدا، بتدوب في البق، مش زفره. التتبيله بتاعتها تتبيله مميزه، طعمها كويس. الخلطه بتاعتها حلوه ومش تقيله، يعني هم مش حاطين خلطه تطغي على طعم الفرخه، لا انت ده طعم اللحمه حلو والتتبيله بتاعتها مش كتير، فطعمها حلو. بالرغم ان احنا جايبين الفراخ الوجبه ديت من شويه، من ساعتين تقريبا، ولكن هي لسه محتفظه بالقرمشه بتاعه الفرخه من بره، والتتبيله بتاعتها حلوه قوي، يعني هي متوسطه وجميله. ندوقها بقى بالتوميه بتاعتهم. التوميه طعمها حلو، خفيفه، مش التوميه اللي بتحرق في القلب دي، لا كويسه جدا حلوه. البطاطس بتاعت الوجبه هي بطاطس عاديه العادي بتاع كل المحلات، ما فيهاش تتبيله تميزها، ولكن هي مقبوله.
مناسبة انتشار محلات الفرايد تشيكن في الفترة الأخرانية هي كويسة وكل حاجة، ولكن هي مش صحية كفاية لأنها بتكون فراخ مقلية أكثر مما هي مطبوخة أو مشوية، فما ننصحش إن احنا نكتر منها عشان خاطر الزيت أو كده، إنما كل منها عادي ولكن بكميات معقولة. ثانية واحدة يا جماعة، أنا لقيت حاجة غريبة بس في الأكل. ثانية واحدة، هو أنت عملت لايك؟ عملت سبسكرايب؟ حالا دلوقتي تنزل تعمل سبسكرايب ولايك وتعليق للقناة عشان أقول لك فيها إيه. اتضح ان فيها خلطه وطعمها حلو. نعمل بقى ساندوتش ونشوف طعمه عامل ايه. هيا ايتها التشيكن هاوس، طلع حته من الصدر، شويه بطاطس، توميه، اخيرا المخلل. بسم الله. جميل والله. والمخلل، الخيار المخلل حلو قوي، تحس ان هو خيار مخلل بيتي، طعمه حلو. احنا جبنا بقى حاجه تانية من المنيو بتاعه، هو سندوتش البانيه. زي ما احنا شايفين السندوتش سندوتش بانيه حجمه كبير بالنسبه لايديا. لما نيجي نفتح الساندوتش هنلاقي فيه قطع البانيه والصوصات بتاعته وقطع الخيار وقطع الخس والجبنه السايحه. هنشوف طعمه عامل ايه. سندوتش البانيه من تشيكن هاوس قريب جدا طعمه من الكوردن بلو بالمكونات اللي محطوطه جوه زي الصوصات والخس وقطع البانيه، مديه طعم ان هو تحس ان هو مدي على كوردن بلو، فده طعمه كويس، مش حاجه مش حاجه وحشه. وجينا لنقطه الحسم علشان نعرف تشيكن هاوس يستحق ياخد حزام حلبة الاكل ولا لا. بالنسبه للتغليف، التغليف بتاعه كان بسيط جدا، اللي هي العلب الالومنيوم والغطا بتاعها ولفه حتى الساندوتش كانت في ورق الومنيوم. علشان كده انا هديله نقطه واحده بس في التغليف. بالنسبه للكميه فالكميه كبيره ومليانه، نص فرخه يعني نص فرخه. الساندوتش مليان على اخره وضخم وكبير وحلو جدا، علشان كده انا هديهم نقطتين. بالنسبه للمكونات فالمكونات بتاعته نص فرخه بيجي معاها توميه وعلبه مخلل والبطاطس، والساندوتش بيجي معاه قطعتين بانيه كبار، ومن الداخل المكونات بتاعته زي الصوصات والخس والحاجات اللي جوه. علشان كده انا هديله نقطتين. اما بالنسبه للطعم فطعم وجبه الفراخ بالنسبه للتسويه وطعم اللحمه والنظافه كانت كويسه جدا. اما بالنسبه للتتبيله فمحتاجين ياكدوا عليها شويه، يبرزوا طعمهم شويه. الساندوتش البانيه كان طعمه كويس، مدي شويه على الكوردن بلو، وكان طعمه مظبوط، يعني هما في الساندوتش كان كويس قوي. علشان كده انا هديهم كبدايه نقطتين. بالنسبه للسعر فسعر نص فرخه الفرايد تشيكن 95 جنيه شامله ضريبه. اما بالنسبه للساندوتش البانيه 55 جنيه شامله ضريبه. ودي بالنسبه لاسعار محلات الفرايد تشيكن سعر كويس. علشان كده انا هديهم نقطتين. وفي النهايه تشيكن هاوس يستحق حزام حلبة الاكل لحصوله على 9 من 10. في النهايه حابب اقول حاجه، ثانيه واحده بس بعد اذنك. حضرتك انا عمال الف واروح واجيب عروض من هنا وعروض من هنا، وحضرتك مش مكلف خاطرك تدوس لي على اللايك وتعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت وتقول لي الحلقه الجايه عايز تشوف ايه. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.